أهلا بيكم في قناة فن الطهي مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض المايونيز بدون بيض وبنفس تقل المايونيز اللي احنا بنشتريه من بره، وهوريلك ازاي بيتعمل بطريقة بسيطة وسهلة. بس لو أول مرة بتشوفيني ياريت لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتي. ويلا بينا نشوفوا المقادير مع بعض. مقاديرنا عبارة عن كوباية إلا ربع من اللبن المتلج وكوباية إلا ربع من الزيت المتلج. ودي أهم حاجة في الوصفة اللي بقولك عليها، لازم تتبعي التعليمات اللي بقولك عليها عشان يطلع المايونيز معاكي تقيل وزي اللي انتي بتشتريه من بره. التركة المهمة ان اللبن والزيت يكونوا متلجين. انا كنت حطاهم في الفريزر علشان يكونوا متلجين اكتر، عشان كده بوريلك الكتل التلج اللي موجودة في اللبن وفي الزيت. وبقيت مقاديرنا عبارة عن معلقة كبيرة ونص من الخل والعصير ليمونة، ومعايا نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من السكر. تمام. هبتدي اجيب الخلاط او الكبة زي ما انتي عايزة، وهتحطي مقدار اللبن المتلج فيه، وهتجيبي نفس مقدار الزيت، بس الزيت لازم يكون زيت نضيف علشان ما تستطعميش بيه في الطعم. يعني كل ما كان الزيت بتاعك حلو ونقي مش هتحسي بطعم الزيت خالص في المايونيز. دي برضو خطوة مهمة لازم انتي تعمليها. وبعد كده ببتدي احط نص معلقة السكر ونص معلقة الملح وعصير الليمونة، ومعايا الخل اللي قلتلك عليه معلقة ونص، هحطهم وهبتدي اضرب الكلام ده مع بعضه كله. وزي ما قلتلك اللبن والزيت لازم يكونوا متلجين، وممكن ان انت تحطيهم في الفريزر احسن علشان يديكي التقل اللي بقولك عليه. وما تنسيش وانتي بتتفرجي على الفيديو لايك وشير، وما تنسيش الاشتراك في القناة لو انتي لسه جديدة علشان يوصلك فيديوهاتي. بعد كده انا ببتدي اضربها كل شوية، يعني بريح الكبة شوية وبضرب لحد ما يوصل معايا القوام اللي انا عايزاه. بس طبعا الكبة الفولت بتاعها قليل، فمش هتديني التقل بتاع المايونيز اللي انا عاملاه. عشان كده انا حطيت كل المقادير في الخلاط وضربتها كده زي ما انت شايفة عشان تديني التقل اللي انا عايزاه. ويكون الاحسن ان انت تعري غطا الخلاط علشان الهواء يدخل في المايونيز ويضربهولك بسرعة ويخليلك القوام بتاعه تقيل بسرعة كمان. يعني دي نقطة انتي لازم تعمليها، يعني ما تضربيش المقادير في الخلاط وانتي حاطة الغطا، لا، ارفعي الغطا واضربي، هتلاقيه بيتضرب معاكي بسرعة وبيتقل بسرعة كمان. تمام. ده كده التقل بتاعه بعد ما اتضرب اهو. انا دلوقتي بحطه في الطبق، وطبعا انتي لما هتحطيه في التلاجة وهيقعد شوية هتبصي تلاقيه بيتقل اكتر، هيبقى زي بتاع المحلات اللي احنا بنشتريه. وكده المايونيز خلص معايا، وادي التقل بتاعه زي ما قلتلك كده. تشوفيه كده من معلقه نفس التقل اللي احنا بنجيب ده. كده انا لسه ما حطيتوش في التلاجة، ده يا دوبك انا كده فضيته كده من الخلاط قدامك. شايفه التقل بتاعه وناعم ازاي. ولسه كمان كل ما يتحط في التلاجة هتبصي تلاقيه تقيل وحلو زي اللي احنا بنشتريه من بره. ويا رب الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. وإن شاء الله أقابلكم في فيديوهات تانية.